في يوم من الأيام الغابة كانت جميلة جدا وهادية، وفجأة قام الأسد طالع على قمة الغابة الحيوانات كانت خايفة جدا ومرعوبة ومش عارفين هو بيعمل كده ليه. قام جاي طالع الفار من بيته وقال له في ايه؟ احنا كنا عايشين معاك كويس، هو حد عمل لك حاجة؟ الفار كان واقف خايف، لكن الأسد رد عليه وقال له أنا ملك الغابة، ما يهمنيش أي حد وأعمل اللي أنا عايزه. رد عليه الفار وقال له ولا ملك ولا بتاع يا عم، روح، ده أنت كلب ولا ليك لازمة. قام جاي ماشي الأسد وعمل الزئير بتاعه تاني، وكل الحيوانات كانت خايفة منه وكانت مرعوبة وكانت بتهرب من الغابة وبتلفت بجلدها. الأسد ماشي لوحده في الغابة وهم عاملين اجتماع، لكن عاملينه بعيد عنه، والفار بيقول لهم ما تخافوش، احنا مش هنمشي من المكان ده، ده مكاننا اللي احنا اتولدنا فيه، احنا عمرنا ما هنسيب الغابة عشان خاطر اي حد. وكان ماشي الأسد لوحده في الغابة وحاسس بالشكيمة، وفجأة وقع في المصيدة، وأول ما وقع في المصيدة بتاعت الفارس اللي كان بيصطاد، الصياد وقف جنب منه وقال ايوه انا هتبقى معاك كله، انا رايح اجيب العربيه عشان يروح يجيب العربية ويخطف الأسد. وكانت الحيوانات واقفة حزينة على شكل الأسد وعلى إنه محبوس، لكن محدش كان عايز يساعده، وفضل يحاول إن هو يخرج لكن معرفش يخرج من المأزق ده، لحد ما راح له الفار وقال له أنا هخرجك. فرد عليه الأسد وقال له هو أنت هتعرف تخرجني؟ أنت حتة فار. وبعد كده بدأ الفار يقرقط في الحبل وقعد يفك الشبكة حاجة حاجة لحد ما قدر إن هو يتغلب على الشبكة كلها ويخرج الأسد من المأزق اللي وقع فيه. الأسد كان مصدوم وما كانش مصدق إن هو خرجه الفار من مكانه، وكان مش قادر يتكلم من إحراجه، لكن وعد الفار إن هو هيبقى معاه. أصبح الأسد والفار أصدقاء وبقوا مع بعض على طول. وبعد كده الفار عمل اجتماع لجميع الحيوانات اللي موجودة في الغابة اللي كانت خايفة من الأسد، وبعد كده الأسد اعتذر لهم وقال لهم يا جماعة أنا مش هتحصل تاني إن أنا أخوف مني حد ولا أعمل صوت زئير. لكن الفار ما كانش مصدق قد إيه الأسد بقى حيوان شجاع وطيب وبيساعد كل واحد محتاج في الغابة. وبعد كده اتجمعوا كلهم، والفار كل شوية يقول للأسد أنا اللي أنقذتك، ويقول للأطفال الصغيرين أنا اللي أنقذت الأسد. وما تنسوش يا أولاد تشتركوا في القناة وتعملوا لنا لايك عشان تشوفوا